اغلب الناس فاكره ان البرمجه يعني شاشه وتابلت ولابتوب، بس لو قلت لك بقى ان الولاد يقدروا ان هم يتعلموا البرمجه بادوات بسيطه جدا موجوده في البيت، ومن اول سن 4 سنين، ومن غير اي شاشات نهائي، وهو ده الانبلوكد كودينج. ويلا بينا نتعلم حاجه جديده. اهلا بكل اصحابي المبرمجين. فكره الانبلوكد كودنج ان الولاد يتعلموا البرمجه من غير اجهزه تماما، عن طريق العاب بسيطه جدا واكتيفيتيز بسيطه جدا بيعملوها، وفي نفس الوقت بيستمتعوا جدا بوقتهم وبيتعلموا حاجات مفيده من غير شاشه نهائي. الموضوع بيبدا مع الاطفال من اول 4 سنين. لو حاسس ان ابنك مش جاهز ممكن تبداوا من 5 ل6، ممكن لكل الاعمار، بس الاطفال اكتر من 4 ل7 او 8 سنين بيستمتعوا بيه جدا، وفعلا بجد بيفيدهم قوي. واحلى حاجه ان التطبيقات ديت انك تقدر انك تعملها في البيت من غير ما تشتري اي حاجه نهائي، وتقدر ان انت تعمل منه اكتر من فكره، ويقدر الولاد كمان ينفذوا اكتر من اكتيفيتيز. هنشوفهم كلهم مع بعض. تعالوا الاول اوريكم الكروت اللي الولاد هيستخدموها في الالعاب. ممكن في كروت زي ديت لو انتوا عايزين تشتروها، بس انا ما انصحش بصراحه ان حد يشتريها. ممكن تنفذوها في البيت بادوات بسيطه جدا، بيكون افضل. ممكن نجيب ورقه بالشكل كرتونه، ونرسم عليها اسهم بالشكل ده. ممكن كمان نعملها بالوان مختلفه، بكروت مختلفه، يبقى بالشكل الولاد عندي اكتر من كارت وعندي اكتر من سهم، بعمل لهم الاسهم ديت يمين وشمال وفوق وتحت ويلف وكل الكلام ده. وممكن كمان ان انا اطبعها على ورقه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، واقدر ان انا كمان عملت لها لامينيشن، عضتها بالبلاستيك وقصيتها بالشكل عشان يقدروا ان هم يستخدموها. الافكار كتيره جدا، ممكن طبعا افكار تانية تقدروا ان انتوا تبدعوا فيها ازاي ان انتوا تعملوا الحاجات دي. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الاكتيفيتيز اللي الولاد يقدروا ان هم ينفذوها. اول حاجه انت ممكن ترسم للولاد اوبستكلز شبه الفكره دي كده مثلا على الارض. ممكن كمان يستخدموا الحاجات اللي هم بيحبوها، يعني انا مثلا عندي الباني او عندي عربيه او عندي عروس، حسب بنتك او ابنك بيحب ايه، وهيبقى ترسم له المربع ده على الارض. ممكن ارسمه بالطباشير، ممكن لو عندي مساحه مثلا زي بلكونه اقدر ان انا ارسمه بالوان. دلوقتي في الوان بتتمسح وبتتغسل بسهوله. ابتدي ان انا احط له اوبستكلز. ممكن الاوبستكلز دي بتبقى حاجات من اللعب بتاعتهم، مش لازم ارسمها. بيت مثلا صغير، جزره بالشكل الباني. ممكن استخدم تيدي بير اللي هم بيحبوا التيدي بيرز وعايزين يوصلوا للناحيه الثانيه او عايزين يوصلوا للبيت، يقدروا ان هم يستخدموا الاسهم علشان ان هم يوصلوها. ممكن نساله اسئله زي دي: هل في طرق تانية يقدر ان الارنب يوصل لبيته؟ هل في طرق اقصر؟ هل في طرق افضل؟ لان بيبقى دايما الهدف من البرمجه ان الولاد ان هو يتعلم ان هو مش بس يعمل الكود، لا، لازم الكود يتعمل في اقصر وقت وما ياخدش كمان بلوكس كتيره. يعني في ممكن يبقى كود صح بس مثلا معمول ب10 بلوكات، بس في ممكن يبقى طريق تاني يقدر ان هو يمشي ب3 بلوكات بس، وده بيكون الافضل. وده هو بيجي هنا دور التفكير المنطقي اللي بيتعزز عند الولاد لما بيعملوا الاكتيفيتيز اللي زي دي. اكتيفيتيز ورقيه يقدروا ان الولاد ان هم يعملوها، بتبقى برده لطيفه جدا عشان ما يملوش ويزهقوا. زي دي مثلا الاسهم ديت، هو بيبتدي يشوف الاسهم دي، كل سهم بيرسم الباترن ويشوف الباترن ده بيمثل انهي رقم، او ممكن بالشكل ده برده يرسم ويشوف بيمثلوا انهي رقم، ويقدر ان هم يوصلهم ببعض. كل الحاجات دي هتلاقوا لينكاتها في الوصف. في برده حاجات زي كده تاني بالشكل ازاي يقدر ان هو من الستارت للفينش الفروج بتاعتنا تروح. في نوت ممكن ان هو يرسم هنا فروج ويرسم هنا الاسهم، وكمان في مع ورك شيت فيها الاسهم يقدر ان هو يقصها ويلزقها. بصراحه الافكار كتيره جدا، وانا انصح بجد ان انتوا تخلي اولادكم يعملوا اكتيفيتي زي وخاصه ان احنا داخلين على رمضان وبيبقى الولاد قاعدين زهقانين شويه، بدل ما نديهم الاجهزه هيتعلموا كويس قوي الترتيب والمنطق وهيستمتعوا جدا بوقتهم. اتمنى ان انتوا تبعتوا لنا كل تطبيقات ولادكم على هاشتاج كود فور اول. واتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، اكتبوا لنا في الكومنتات ايه البرامج اللي انتوا تحبوا تعرفوا عنها اكتر، وما تنسوش سبسكرايب. هابي كودينج.